بسيسة والتمر يا مظنوني، والفين عشرينات توا جوني، خذ الصوارد خذ غير ديرني في بالي. جمعية بالقاسم اليعقوبي للثقافة والإبداع ننظموا خلال اليومين هذا من الجمعة 11 والسبت 12 أكتوبر بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل الدورة الأولى لمهرجان بالقاسم اليعقوبي للثقافة والإبداع. وفي الحقيقة الدورة الأولى معناها رانا عملنا قبل دورات، لكن هذه الذكرى 23 حرصنا على أن نغيروا الشكل في عوض نحيي الذكرى في 23 أفريل ذكرى رحيل بالقاسم. عملنا المهرجان باش نوليو معناها نجموا نعملوها في أي وقت. الدورة هذه باش تكون لتكريم مجموعة البحث الموسيقي بقابس اللي تأسست سنة 80، يعني في الذكرى 40 كنا مبرمجينها سنة 2020 لكن الكورونا منعتنا من ذلك. يظل الاتحاد العام التونسي للشغل داعم ومساند لهذه الأشكال من التظاهرات فيما مضى وما زال ولا يزال أنه من منطلق مبدئي أنه يؤمن بالثقافة المقاومة والثقافة البديلة، ثقافة وطنية، ثقافة تقدمية وثقافة ديمقراطية. نناضل بالفكر ونناضل بالساعد ونناضل بثقافة بديلة تنفي وتقاوم ثقافة الاستهلاك وثقافة صناعة الغباء المبرمج لإمكانية إرساء واقع جديد. أولا يعني شاعر كبير بالقاسم اليعقوبي، وشاعر يعني مازال كثيرون لا يعلمون أي شاعر كان. شاعر مسرحي، رسام، ناشط سياسي، ولكن النشاط السياسي ما كانش على حساب الجودة وعلى حساب الكتيبة وعلى حساب الفنان فيه، وهذا معناها شيء معناها خاص لابد من الإشارة إليه. وطبعا يعني الجمعية هذه ووفاء عبد الله بن سعد لهذا الشعر سنوات عديدة، وكل مرة يعاود رغم الصعوبات يعني يصر على إحياء ذكرى بالقاسم اليعقوبي، ويصر أيضا على لمان الأعمال نتاعو، على محاولة نشرها في إطار أعمال كاملة إلى آخره، ويحاول أن يجمع كل القوى والطاقات من حول هذا المشروع. هذا كله يخليك تفرح بمثل هذه المواعيد، خاصة لما تشوف أصدقاء من البحث الموسيقي، من أجراس، من كثير من الفرق المجموعات الملتزمة الكثيرة. احنا اليوم نحوي في الذكرى 23 لرحيل الشاعر الوطني بالقاسم اليعقوبي. طبعا 22 دورة سابقة عملناها من سنة 2002 من سنوات الجمر كما تتسمى وكما يلزمنا زادا نسموها. 22 دورة بإمكانيات خاصة جدا أحيينا هذه الدورات ونضالية كانت، وسجلنا في ال 22 دورة مشاركات متعددة. نحب بالمناسبة معناها نترحم على الناس ساهمت في إحياء هذه الذكرى. الذكرى الأولى سنة 2002 غادرنا محمد الصغير ولد أحمد الله يرحمه، الشاعر عبد الجبار العش منذ أيام، وكذلك الدكتور كمال الزغباني، اللي هذوما الثلاثة معناها كانوا من مؤسسي الدورة الأولى سنة 2002. دون أن ننسى طبعا مساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل حتى في رفع الضغط على الحصار نتاعنا اللي كانوا يتنقلوا من العاصمة إلى مدينة قابس. كلها كنا نحيو فيها في مدينة قابس، وأول دورة باش تكون في تونس العاصمة في مقر الأنيق هذا الاتحاد العام التونسي للشغل. وأول دورة معناها سميناها مهرجان بالقاسم اليعقوبي، اللي حبيناها نخرجوا من التنظيم الصغير ونخرجوا في شكل مهرجان. هذه الدورة الأولى، وباش تليها دورات قادمة إن شاء الله باش تكون أكثر ثراء وأكثر مشاركة. ثم ناس ناخذوا الشعر، بما أننا نتحدث عن شاعر، ثم ناس في الشعر شعرهم ملتزم وتقدمي وثوري،
ولكن في علاقة بحياتهم اليومية وبسلوكهم لا علاقة. اللي يميز بالقاسم اليعقوبي هو كان ارتباط وثيق بين الفكري يعني الشعري وبين حياته اليومية. كان مناضل بأتم في الكلمة من معنى، ما عدا في جات فترات في آخر عمره موضوع آخر. أما الرجل كان مناضل وكان صادق، وكان يعني اللي يكتبوا ما نقولش يكتبوا خاطر ما يكتبش، هو يقول الشعر، ما يقوله من شعر هو كان مش مقتنع به، كان داخل أعماقه حد النخاع. بالقسم اللي يقول موعدنا بين الشجعان وعمال نقولوها صراحة، وموعدنا بين الوديان والمنجل في يد الفلاحة، موعدنا كسر القضبان، عصيان يغطي عصيان ويهز العالم هزان، زلزال ملجم ويغني والقمر تغني لليل والنجمة لليل تغني. بالقسم نظر إلى هذه الثورة وكتبها سنة 85، ونحن نؤمن كون الشعراء هم أنبياء عصرهم، والثورة هذه منها قالها بالقسم سنة 85، وبالفعل عصيان غضى عصيان وهز العالم هزان وزلزال ملجم ويغني. عندي حاجة تربطني بالقاسم اليعقوبي اللي ما نعرفش العباد يعرفوا ولا ما يعرفوش، اللي هو رسام. عندي لوحة بورتري من الحجم الكبير بالألوان، رسمه بالقاسم اليعقوبي، وهداهولي في أواخر السبعينات، تو محتفظ به ومعلق في بيتي. هو بورتري. احنا وين تو؟ في مقر اتحاد الشغل. هو البورتري لفرحات حشاد موجود إلى يومنا في بيتي. بالقسم اليعقوبي للثقافة والإبداع في إطار دورة أولى يتعلق بالأغنية الملتزمة. في هذا السياق سنعتني بمجموعة البحث الموسيقي كأعرق مجموعة تربينا عليها ونحن طلبة ونحن يعني كعملة، وبالتالي تربينا داخل الاتحاد على سماعها، ولها تاريخ حافل بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل. أول سر هو هيك المصداقية، وأنك تغني للناس وتكمل بنفس الصدق، تبقى بنفس المستوى الفني وتطور كل يوم، ولكن بنفس الإحساس ونفس الصدق، وما تدخلش، هذا السر الكبير، ما تدخلش في سلعنة الأغنية وبيعها وشريانها. أهم سر أنه الأغنية توصلها من غير ما تردها سلعة. بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل داعم وحاضن ومساند ومتضامن مع الثقافة البديلة الملتزمة، وقلت الحجة على ذلك أن ساحاته وبطحاء محمد علي هي مساحة فضاء لاحتضان مثل هذا الفن الملتزم والراقي. يبقى أنه في واقع المتغيرات العالمية الجديدة، متغيرات رقمية ومتغيرات في مستوى عالمي العولمة، والذي جعل من القيم مسلعنة وتعبر السوق كأي بضاعة. احنا عملنا عشرات العروض مع الاتحاد منذ نشأتنا وفي كل دور الاتحاد، لأنه دور الاتحاد أبار المطلبية والزيادات وغيرها، دوره عنده قسم كامل وإدارة كاملة للتثقيف والتكوين. معناها دونك عليهم أنهم يدعموا الفرق هذه، ولما لا يعملوا نوادي للفن هذا بصفة عامة، فن الهادف، واحنا مستعدين طبعا نكونوا معاهم طرف. أقول لكل الغزاة: دعوا الفكرة الهمجية، أنا ثورة لا غنيمة، أنا وطن لا وليمة، أنا تونس التونسية، نريد بلاد جديدة.